السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم بجد. احنا النهاردة ان شاء الله دي بداية الشهر التاني او الكورس التاني في المنصة بتاعتنا. خلاص، الكورس التاني هنشرح فيه الدرس التالت والدرس الرابع في الفصل الاول والدرس الاول في الفصل التاني ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا طلعتوا بكل الاستفادة من الكورس الاولاني، والنهاردة نكمل عليه بإذن الله عشان دماغك تنور كده. يلا مش هطول عليكم، يلا نقول الدعاء الجميل بتاعنا. رب اشرح لي صدري، قول ورايا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل لنا يا ربنا درس اليوم سهل. فاكرين الصفحة دي يا شباب؟ الصفحة دي كنا خدنا ملحوظات عن المقاومة ومش عارف ايه والكلام ده كله. المهم كان في ملحوظة في الآخر ايه قلت لك هناخدها كاملة في درس لوحدها، اللي هي دي: إن البطارية نفسها من جواها، من جواها نفسها، يعني انت عارف ان في بره مقاومات مش عارف ايه توالي توازي هكذا، ده بره. جواها بقى نفسها المواد اللي متصنع منها البطارية من جوه، جواها هي في مقاومة بس تبقى صغيرة جدا، فبقول عليها ار سمول. الدرس اللي احنا ناخده بقى النهارده كله اللي هو الدرس الثالث بيتكلم عن الار سمول دي. خلاص، فيلا نبدأ. بسم الله. في الاول كده يا شباب محتاج تبقى عارف 5 حاجات قديمة شوية. رقم واحد: ان المقاومة التيار لما بيعدي من عليها بيعدي سليم، يعني ما بينقصش. يعني مثلا لو دي 10 امبير، التيار يعدي 10 امبير برضه، ما بينقصش. امال ايه اللي بينقص؟ فرق الجهد. قلت لك انا الموضوع ده قبل كده. فرق الجهد هو اللي بينقص. لو هنا 20 فولت فدي عشان يعدي من عليها بيستهلك مثلا 5 فولت، فيعدي اللي باقي منها اللي هو كام؟ 15 فولت. فرق الجهد بينقص، عشان كده بيبقى فيه فرق جهد، حتة جهد عالي وحتة جهد واطي فيمشي كهرباء. خلاص، قلت لك تخيلها برضو بالسور اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. انا في المدرسة والمدير بتاعي شديد شوية. خلاص، انا اهو كعلاء وعايز اهرب من المدرسة، ههرب ازاي؟ بنط من على السور. انط من هنا لهنا لهنا وعديت الناحية التانية. هل نقصت مني شيء؟ يعني نقصت ايد او نقصت رجل او نقصت دماغ، نقصت اي حاجة؟ لا، نفس الكلام. الطيار هو برضو بيعدي حاجة صعب عليه شوية ولكن بيعدي سليم. اما ايه اللي نقص مني؟ الجهد. انا هنا كنت نشيط جدا، كان جهدي 20 فولت مثلا. خلاص، فانا بعدي طبعا تعبت، تعبت يعني صرفت جهد، فبقى مني جهدي 15 مثلا، يبقى انا صرفت هنا كام؟ 5 فولت. هي دي المقاومة. التيار لما بيعدي من عليها ما بيخسش، ما بينقصش. ايه اللي بينقص؟ الجهد. طب ايه الجهد اللي بينقص منها ده؟ بحسبه ازاي؟ جهد المقاومة يا شباب بقيسه، او اي جهد في الدنيا لما باجي اقيسه بحط عليه فولتميتر. ادي الفولتميتر اهو. الفولتميتر ده قرايته هتكون ايه يا مستر؟ الفولتميتر قرايته هتكون اي ار، قانون اوم العادي اللي انت خدته. يبقى لما يكون عندك مقاومة عايز تقيس الجهد بتاعها، جهد بتاع المقاومة اي ار عادي جدا. ده رقم واحد، ويا ريت تكون بتكتب ورايا. رقم اتنين: دلوقتي انا لو عندي بطارية اهي، وراها مقاومة وراها مقاومة وراها مقاومة بالشكل ده. خلاص، مثلا هنا البطارية كانت 12 فولت، وده كان 1 اوم وده كان 2 اوم وده كان 3 اوم. عايزك تقول لي الجهد ده هيتصرف ازاي. طبعا عشان تبقى واخد بالك جهد البطارية كله بيتصرف، ايا كانت. يكش يكون بطارية فيها مليون فولت كلها بتتصرف. هتفهم ليه كلها بتتصرف دلوقتي. اول حاجة انا عايز احسب التيار الكلي. تحسبه ازاي؟ التيار الكلي هيساوي الجهد الكلي اللي هو جهد البطارية على ار الكلية اللي هي الار داش. الجهد الكلي كام؟ 12. ار الكلية كام؟ كلهم توالي فيتجمعوا كلهم على بعض، طلعت معاك 2 امبير. يبقى التيار اللي خارج من هنا ماله؟ 2 امبير. طب احسب بقى الجهد بتاع المقاومة الاولى والجهد بتاع المقاومة التانية والجهد بتاع المقاومة التالتة. يا مستر انت قلت لي اي جهد اي ار، يبقى اي ار واحد. الاي بكام؟ باتنين. الار بكام؟ بواحد. يطلع 2 فولت. يبقى الاولى هتستهلك، هتاخد 2 فولت. طب والتانية؟ 2 في 2، 4 فولت. طب والتالتة؟ التيار باتنين والمقاومة بتلاتة، 2 في 3 يطلع 6 فولت. يبقى دي هتستهلك 2 ودي هتستهلك 4 ودي هتستهلك 6، عشان كده حط عليها سالب يعني. خلاص، عشان أفكرك إن هي استهلاك. تعالى بقى نمشي واحدة واحدة. البطارية مخرجة 12 فولت، عدت على المقاومة دي خدت منها كام؟ 2، يبقى بقى لك 10. العشرة مكملين. جت عند المقاومة دي
ايه اللي هيحصل؟ المقاومة دي هتستهلك 4، استهلكت 4 من 10 يبقى لك كام؟ 6. 6 تعدي، الستة تستهلك هنا 6 يبقى لك كام؟ صفر، يرجع البطارية صفر. عشان كده قلت لك زمان اعتمد دايما ان البطارية الجهد الكلي بيبقى على الطرف اليمين ده او الطرف الكبير ده، وهنا بيبقى صفر دايما. دايما هنا بيبقى صفر. الصفر ده غرضه ان انا اقفل الدايرة مش اكتر يعني. خلاص. تاني تاني انا عملت ايه؟ حسبت التيار الكلي. الجهد هو معدي بيقل، صح؟ عدى على المقاومة الأولى فنقص الجهد المطلوب عشان أعدي. الجهد المطلوب كان كام؟ 2. أنت حسبته إزاي؟ 2 أي آر. خلاص. يبقى 12 ناقص 2 طلعت 10. 10 فضلت مكملة. نقصت هنا كام؟ 4. راحت عدت 6. 6 هنا نقصت كام؟ 6. لازم كل مرة بترجع بصفر. عشان كده قلت لك إن البطارية بتصرف الجهد بتاعها كله، بتصرفه كله. خلاص. فدي برضو دي تاني حاجة تبقى فاهمها. انا عايزك بس تطلع من الموضوع ده بمعلومة ان الجهد بتاع البطارية او جهد قصدي المقاومة بيبقى عبارة عن اي ار بس. لو جيت لك في نفس الرسمة بالظبط، نفس الرسمة هي بالظبط، وجيت قلت لك انا مش عايزك تقيس لي جهد المقاومة، انا عايزك تقيس لي جهد مقاومة مع بطارية في نفس الوقت. يعني عملت لك كده وسميت لك ده فولتمتر واحد، او يا عم عملت لك كده الفولتمتر التاني اهو مثلا هنا. لما يكون على مقاومات بعمل ايه؟ باخد الجهد بتاع دي والجهد بتاع دي واجمعهم على بعض. ما انا محطوط على الاتنين فهجمع الاتنين، يبقى في اتنين هتساوي ايه؟ هنا كان باربعة فولت وهنا كان بستة فولت، يبقى 4 زائد 6 ويطلع 10. قاس الجهد بتاع الحتتين دول، ما عنديش مشكلة. طب ماشي. لما يكون بقى حاجتين مختلفين، بطارية ومقاومة، انا عايزك تفهم ان البطارية دايما بتطلع جهد والمقاومة دايما بتسحب جهد، بتستهلك جهد. فانا لما احط عليهم فولتميتر هيبقى عبارة عن ايه؟ الفولتميتر اللي هيتحط ده هيساوي جهد البطارية ناقص الجهد اللي استهلك. ايه هو الجهد اللي استهلك؟ جهد المقاومة اللي هو اي ار. يبقى تاني، انا لما احط فولتميتر على بطارية ومقاومة في نفس الوقت ايه اللي يحصل؟ بجيب فرق الجهد على الطرفين دول. الطرفين دول بينهم ايه؟ بينهم يا مستر بطارية ومقاومة. طب بيتحسب ازاي؟ انا عندي حاجتين مش نفس النوع، لو نفس النوع كنت جمعتهم على بعض، لكن هما مش نفس النوع. باخد جهد البطارية ناقص جهد المقاومة، لان البطارية بتطلع جهد يعني موجب، والتانية بتستهلك جهد يعني سالب. خلاص. واحدة بتطلع والتانية بتستهلك. اللي بتطلع الفي بي يبقى في بي ناقص اي ار اللي هو جهد المقاومة. خلاص. ودي اهم حاجة. يبقى انا دلوقتي تطلع من الحتة دي بإيه؟ إن أنت لو عندك بطارية ومقاومة وعليها فولتميتر، الفولتميتر يبقى قياسته هتكون إيه؟ الفي بي جهد البطارية ناقص جهد المقاومة. ده اللي أنا عايزك تطلع بيه. خلاص؟ يبقى لو مقاومة بس أي آر، الجهد يعني بتاعها بيكون أي آر، أما لو مقاومة وبطارية يبقى في بي ناقص أي آر. نيجي بقى لموضوع حصة النهاردة، ألا وهو إن البطارية، ادي بطارية، البطارية دي في بي ليها مقاومة داخلية. حط لك ار يعني هي ليها من جواها مقاومة داخلية. وعايز اقول لك ان اي بطارية في العالم ليها مقاومة داخلية. ما ينفعش يكون بطارية ملهاش ار، حتى لو الار بتاعتها تكون يا عم 0.0001، المهم ان ليها مقاومة. خلاص. المقاومة دي صغيرة كبيرة مش تفرق معايا، بس كل ما تكون صغيرة كل ما تكون أحسن طبعا. خلاص. بس أنا بنبه عليك أهو إن مفيش أي بطارية في العالم كله ملهاش مقاومة، كل البطاريات ليها مقاومة. خلاص. طب المقاومة اللي جواها دي أنا هرسمها إزاي؟ هل هرسمها جواها يعني أنا هعمل كده أهو وأقول لك المقاومة اللي جواها إيه؟ هو المفروض تبقى كده، خلي بالك يعني ده الصح بتاعها إن هي المفروض تبقى جوه. طب أنت في الحل مش هتعرف تحل بيها كده، فبتعمل إيه؟ بتشيل البطارية دي وتحط قبلها كده على طول المقاومة بتاعتها. دي هي دي نفس الحسابات بنفس كل حاجة. طلعت الار اللي جوه طلعتها بره شوية، كأنك طلعتها بره شوية. خلاص. وتحسب عادي. طب انا لو جيت قلت لك احسب لي بقى جهد البطارية، جيت حطيت لك قلت لك حطيت لك افو او فولتميتر يعني عليها كده، هل الفي هتطلع في بي على طول؟ لا، ما ليها مقاومة داخلية، يعني هي دي كأنها هي دي بالظبط. فهتحسبها ازاي لو حطيت لك هنا فولتميتر؟ هتقول لي يا مستر الفولتميتر طالما اتحط على بطارية يبقى في بي ناقص اي ار اللي هي معاها دي، صح؟ يبقى اي ار سمول. يبقى انا لما احط لك فولتميتر على بطارية، الفولتميتر ده هيقرا لك ايه؟ في بي ناقص اي ار. الاي ار دي جبتها منين؟ ما هي دي المقاومة الداخلية بتاعت البطارية، كأنها هي دي.
وده درس النهارده يا شباب. درس النهارده عباره عن ملخص درس النهارده عشان تبقى واخد بالك. ملخص الدرس، ويا ريت تكتب الحته دي ورايا قوي. ان انت ملخص الدرس ده نص الدرس، الحته الاولانيه دي نص الدرس. لما يكون عندك مقاومه، ولما يكون عندك بطاريه ليها ايه ار داخليه. خلاص. دلوقتي انت لو عندك المقاومه دي وحطيت لك عليها فولتميتر، الفولتميتر ده هيقيس لك ايه؟ الفولتميتر ده هيقيس لك اي ار. بس كده. طب هنا الفولتميتر ده هيقيس لك ايه؟ والله يا مستر الفولتميتر ده محطوط على بطاريه لها مقاومه داخليه. يعني انا في دماغي متخيلها كده، فاهي. يبقى الفي اللي هتقيسها هنا في الحاله دي هتكون بكام؟ في بي يا مستر جهد البطاريه ناقص اي ار. بس كده. طب لو انا جيت قلت لك احسب لي التيار الكلي يا مستر، التيار انا عارف ان القانون في بتساوي اي ار. لو قلت لك التيار يبقى التيار بيساوي في على ار. قلت لك التيار الكلي يبقى في الكليه على ار الكليه. وركز معايا بقى قوي هنا. انت عايز تحسب التيار الكلي اهو، يساوي في الكليه اللي هي ايه؟ جهد البطاريه. ار الكليه اللي هي ايه؟ الار داش اللي هي المقاومه الخارجيه او المقاومه المكافئه الخارجيه، زائد ار سمول اللي هي الار الداخليه. خلاص. دي كده المقاومه الكليه. خلي بالك ان في فرق بين المقاومه المكافئه، المكافئه دي يعني الخارجيه بس. دي الار داش اللي انت اتعودت تجيبها في التوالي والتوازي، دي الخارجيه. النهارده بقى هتزود عليها ار سمول الداخليه وتسميهم هما الاتنين على بعض كده، دي المقاومه الكليه. يبقى الكليه خارجيه زائد داخليه. بس يبقى ده القانون الثالث، ان الاي بتساوي في بي على ار داش زائد ار سمول. بس كده. ده ملخص الدرس النهارده او نص الدرس المهم، اللي هو الحته اللي بقولك عليها دي. فما تطلعش من الفيديو ده الا لما تكون فاهم الحته دي جبناها ازاي. اللي فات كله اللي فات كله اللي شرحته دلوقتي ده بيخدم على الحته دي عشان تفهم الحته دي. لما احط فولتميتر على بطاريه يبقى في بي ناقص اي ار سمول. لما احط فولتميتر على مقاومه يبقى اي ار. لما احط لما عاوز التيار الكلي، التيار الكلي بيساوي الجهد الكلي على الار الكليه. الجهد الكلي اللي هو الفي بي، الار الكليه اللي ايه؟ ار الخارجيه زائد الار الداخليه. بس كده. هنا طبعا ده الكلام اللي احنا قلناه من شويه. خلاص. هو بيكمل لك بيقول لك الكلام اللي احنا قلناه، ان هنا في ار سمول، ان اي عمود كهرباء او اي بطاريه بيبقى ليها مقاومه داخليه عشان المواد اللي معمول منها بيبقى ليها مقاومه. خلاص. بعد كده هنا بيستنتج لك القانون بتاع التيار الكلي. التيار الكلي بيساوي في بي على ار داش زائد ار سمول. الار داش دي اللي هي المقاومه الخارجيه، والار سمول دي اللي هي الايه؟ المقاومه الداخليه.